ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بصوا انا داخل حته هنا في الامارات تمام بتاعت عربيات الحوادث. تمام. مزادات. تمام، تخش بقى تخش على المزاد وتشوف العربيه اللي انت عايزها وتزايد على سعرها. جميل. وتخش بقى تتفرج عليها وتشتريها وتعمل فيها اللي انت عايزه. تمام. فانا دخلت جوه المكان. هو الفكره كلها ان المكان ما ينفعش تخشه غير لو انت عضو. جميل. تدفع كل سنه حوالي 600 درهم اشتراك سنوي. جميل. او ان انت يبقى في حد عضو معاك وهو يسمح لك ان انت تخش. تمام. فانا الحمد لله ربنا كرمني ان انا لقيت راجل طيب كده جميل قال لي هدخلك بس تدفع طبعا حوالي 65 درهم. تمام علشان تخش. فاحنا بقى المهم يعني فهنتفرج بقى على العربيات اللي موجوده. جميل. وهسيب لكم بقى اللينك بتاع المكان ده. تمام. تحت في الديسكريبشن عشان اللي عايز يشوف العربيات. فتعالوا بقى اتفرجوا معايا على العربيات اللي موجوده. هتلاقوا عربيات غريبه وحوادث غريبه، يعني هتلاقوا عربيات موجوده هنا وما فيهاش حادثه. هنتفرج مع بعض. تمام. يلا بينا. طب يا جماعه ده المكان اهو. تمام. العربيات اللي هي المقبره، مقبره السيارات. تمام. المشكله ان انت ده الراجل الطيب اللي دخلني معاه اهو. هو الراجل الطيب المحترم ده. يا لهوي. طب دي والنبي ايه الحادثه اللي فيها بالله عليكم؟ يعني انا راضي ذمتكم. ايه ده؟ العربيه ما فيهاش حاجه، هي الخبطه دي بس تقريبا. هنشوف ورا كده. العربيه دي لو دخلت عندنا تصلح ب 50 جنيه. مش 50 جنيه حرفيا يعني، لكن بصوا دي كمان. دي ما فيهاش حاجه. دي ما فيهاش حاجه. الخبطه اللي هنا بس، الخبطه اللي ورا هنا مش عارف. طب هي دي الكود بتاعها ده بقى الرقم عشان اللي عايز يزايد عليها. تمام. ده الكود بتاعها. ودي البنتلي. لا دي مش هتنفع اصلا، دي مش هتنفع تاني. دي تفضل قاعده في الشمس دي. طبعا المكان ده عشان تخلص فيه العربيات وتلف عليها انت محتاج تقريبا 3 4 5 6 شهور عشان تخلص العربيات اللي موجوده فيه. طيب بصوا بقى اللوجان دي، يعني هي حرفيا خبطتها فعلا بسيطه. بصوا انت دي هتغير لها شنطه. حتى يعني الدعكه اللي هنا ماشي هتترد، بس ما اعتقدش ان هي هتوسع منك جامد العربيه دي لو حد خدها يعني. الكود بتاعها اهو برضو. بصوا بقى يا جدعان، الراجل المحترم اللي دخلني تمام هيشتري العربيه دي. بصوا ركزوا معايا. بصوا العربيه، طبعا الباب والقايم. تمام. الفكره هو يعني كنت قاعد بتكلم معاه فبيقول لي الفكره ان العربيه دي عادي هيجيبها ويصلحها ما فيهاش اي مشكله. تمام. الفكره ان هو ده هيترمي، ده هيتغير. تمام. بيقول لي حتى الجزء ده بيترمي ويتغير ويتجاب واحد تاني. تمام. بيقول لي الفكره كلها ان الشاسيه بتاعها، لان الشاسيه العربيه دي من تحت اهو. تمام. فده ما فيهوش حاجه. يقول لي ده سليم ما فيهوش حاجه، لكن كل الحاجات التانيه دي هتتغير ما فيش اي مشكله خالص. تمام. ف فبقول له دي سعرها كام؟ بيقول لي حوالي 45,000 درهم على حالتها كده. بصوا. فالفكره ان هي بعد ما تتصلح هتتباع بكام الله اعلم. بصوا بقى التويوتا السوبرا دي مفيهاش حاجه، مفيهاش حاجه، مفيهاش حاجه، مفيهاش حاجه يا جدعان، ما فيهاش حاجه. دي ما فيهاش حاجه، دي ما فيهاش حاجه. بصوا العربيه. جو حر قوي. استنوا كده.
ده الرقم بتاعها. يا لهوي يا لهوي، ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان النظافة دي. العربية فابريكا يا جدعان، العربية فابريكا. بصوا بقى اللانسر دي، انا زعلان والله العظيم، والله العظيم انا زعلان اقسم بالله. بصوا عربية حرفيا ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. الكبوت مش عايز يفتح، مش مشكلتنا، بس العربية ما فيهاش حاجة فعلا يعني، ما فيهاش حاجة. بصوا بقى الكيا السيراتو الهاتشباك دي، بصوا العربية فعلا ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. العربية مركونة لدرجة إن الزرار تحس إن هو فحم. بصوا الزرار فحم. العربية يا عيني من الشمس تحسوا إن هي ما بقتش نافعة، بس عادي دي لو اتاخدت يعني تتعمل وتتظبط يعني، مش فاهم. بص كده على الكبوت بتاعها بيفتح. دي ممكن تكون غرقانة، والله أعلم يعني، دي فيها نسبة احتمال إن هي تكون غرقانة، وغالبا يعني غالبا العربية اللي بالمنظر ده. بصوا ايه الفكرة، التمليح اللي هنا بنسبة كبيرة كانت غرقانة العربية دي، ممكن نعرف برضه. بصوا تعالوا كده افرجكم على الاي 300 دي. مفيهاش بس غير الايرباك دي، لكن العربية من جوه نضيفة، حتى البطارية شغالة. العربية أصلا مش غرقانة أهي، العربية الله أكبر عليها نضيفة، ما عدا طبعا القصة دي تمام بتاعت البابين دول والايرباج. طبعا البي ام دي معجونة، دي 700. بصوا الايرباجات كلها مفتوحة، الله أكبر عليها طيارة، اللهم صل على النبي. بصوا هي كانت طيارة دلوقتي بقت توك توك. العربية متفشخة متفشخة حرفيا. مش مشكلة مش عايز تفتح. بص بقى الجاكور دي، الجاكور دي هل دي بقى غرقانة ولا مش غرقانة، الله أعلم. واو، عربية الزمن الجميل. بص المنظر، هي دي بس الحادثة اللي فيها، مش عارف، مش متوقع خالص ان العربية دي تتركن او تترمي علشان الحادثة اللي فيها تكون هي دي بس، مش عارف. بص بقى هنا انا لقيت دي، انا لقيت الكورولا دي معشوقة الشعب المصري، وبرغم البتاع اللي فيها ده وده يعتبروها فابريكا، معرفش تسألنيش ازاي، بس هم بيعتبروها فابريكا. عندنا في مصر دي كده تتصلح ترجع فابريكا ولا اي حاجه، بس فيها مشكله واحده بس، العربيه دي مغيره لون يا جدعان. بصوا العربيه دي مغيره لون، مغيره لون. تعالوا اوريكم العربيه من جوه، اللهم صل على النبي، يعني ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. بصوا دي بتتعمل عادي. بصوا وراح فين. بصوا الموتور بتاعها، طبعا دي 1600 سي سي ماشي.
غير لون بس، مفيهاش حاجه تانية. بصوا بقى الحتتين دول. هاي، ما دي تتصلح عادي يا جدعان. لا ما تتصلحش عادي، دي ما تتصلحش عادي، مالناش دعوه بيها. بصوا العربيه دي بتتحمل اهو، دول برضو جايين يشتروا. دول بقى بيبقى عندهم مراكز خدمه، وبيجوا برضه يبصوا على العربيات وياخدوها ويبيعوها. طب والنبي لا دي قدام ورا مالناش دعوه، ماشي دي واخده من قدام ورا. بصوا بقى اللكسس دي. اي يا جدعان، يا جدعان، قلبي والمصحف قلبي اتقطع. اوف. ماشي. طب يا جدعان ادي كل العربيات اللي موجوده اهي، اللي انا وريتها لكم. تمام. بس كده تمام. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، وقولوا لي رايكم في الفيديو ده. هعمل لكم حلقه تانيه ان شاء الله باذن الله لو لقيت عربيات مميزه في المكان ده. يلا، السلام عليكم.